تخيل معايا كده يا صديقي انك تكون الاضعف في هذا العالم، هالفوت وسط عتاولة من الوحوش حرفيا، بتتعرض للتنمر من الكل ومالكش اي قيمة في نظرهم، ولكن ما يحمله لك القدر اثمن بكثير. في يوم وليلة بتحصل على القوة العظمى، القوة الجبارة القادرة على إبادة أي مدينة في طرفة عين، وكل ذلك لتحكم هذا العالم. اهلا بك يا صديقي العسل في فيديو دمار قصته عالمية، ومش محتاج اقول لك انها جامدة وعظمة، وياما قلت لك الكلام ده. بس قبل ما نبدأ لازم اعرفك ان خلاص فاضل تك على 50,000 مشترك، فعاوزك تنزل تخبط اللايك وتكسر زر الاشتراك في القناة، وتنزل في التعليقات تكتب لي كلمة حلوة من قلبك تفرحني. صحيح انا امبارح عملت قناة جديدة على الواتساب، فلو حابب يعني ادخل اشترك، احنا هنهزر، روح اشترك يا زميلي وانضم لجيشنا، مستنيك هناك. ومن غير ما اطول في الكلام صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واشترك هنا وهناك زي ما قلت لك. وشكرا على 50,000 مشترك مقدما يا صديقي. والان لنبدأ في سرد أحداث الحكاية. يحكى أنه في إحدى البلاد كان حاكم عائلة ليانج جامع عشيرته وبيحتفلوا بحفل زفافه. الأجواء كانت جميلة جدا والكل فرحان بالحفل ده، ما كانش حد في دماغه أي حاجة، وأهم شيء عندهم فرحة الحاكم. وقتها كان حاكم العشيرة مع عروسته بيتكلموا شوية قبل خروجهم من الفرح، لكن في وسط هذه الابتسامات تحاكي خيوط الكارثة. أحد أعضاء العشيرة الخاينين منتظر الفرصة المناسبة عشان يخلص على كل اللي موجودين، لكن من سوء حظه ان القائد بتاعه قال له كفايه عليك كده يا حبيبي، انت خلاص بقيت كارت محروق عندي وهتحصل عشيرتك بعد ما استخدمك لصالحي، وده لانك طلعت مغفل للرئاسه. الشخص ده وقتها بيخاف وبيستعد للمعركه، لكن بنظره واحده من القائد بيرعب الشخص ده مكانه، وساعتها بيمسك سيفه وبيخلص عليه. والمشكله ان هو ما بيكتفيش بكده، لا ده بيتحرك ناحيه عائله ليانج وبيخلص عليهم كلهم. حاكم العيله كان ماسك عروسته بين ايديه ميته ومش مصدق ان الفرحة اللي كان بيتمناها اتحولت لجحيم حرفيا، وبعدها بيسقط على الارض قتيلا منهارا بجوار حبيبته. فمين دول وايه حكاية حرب الشياطين دي وليه دخلنا في كل ده من الاساس؟ ركز معايا وتعالوا بينا نغوص في اعماق الحكاية. بص يا عم، العالم ده منقسم لجزئين، عالم البشر والعالم السفلي. الاتنين في عراك مستمر على مين اللي يستحوذ على التاني، وكل يوم شياطين العالم السفلي بتعارك البشر للخروج ليهم، لكن البشر قرروا يستعينوا بفرق متخصصة قوتهم عالية جدا للحد من اخطار الشياطين دي. الخطة فعلا نجحت وقدروا انهم يأمنوا مكانهم لفترة طويلة، وتعدي الايام وتفوت السنين، وفي الوقت ده بنشوف صاحبنا تشين، مراهق بسيط لكنه نسوانجي قد الدنيا، كان وقتها منضم لفرقة إبادة الشياطين وبيتحرك لإحدى المهمات لقتلها. بيجد الرحال بسرعة مع الفريق بتاعه وبيوصلوا للمكان. المهمة الموكلين بيها إنهم يهزموا وحش شيطاني من الدرجة الرابعة، والدرجة دي مش هينة خالص، ده قوي بشكل فظيع. فتشين قال للكل يركز ويتبع التعليمات وراه، مش بيلحق يكمل الجملة وبيلاقي كتيبة من الشياطين قدامه. العيال ساعتها ما بتسميش وبينزلوا تقطيع عليهم من كل حتة. خد كمان معاك القدرات الفريدة بتاعتهم وكده متفل وروقان. لكن فجأة احد الشياطين بيغفل بنت من الفريق. لكن انت جاي على مين يا ابني؟ ده معاهم تشين يا عم، ده انت المفروض تروح تصلي ركعتين وتدعي عليه. وهوبا تشين بقوة البرق بيخلص عليه. لا جامد كده، خلاص ما عادش فاضل غير اقواهم واللي هي الهالة بتاعتهم ملت المكان. الكل حس فعلا بخطورة الكائن ده، لكن مش بيهمهم خلاص. تشين بيتقدم عليه وبيديله اللي فيه النصيب. بس غريبة، هي الوحوش اللي بالتصنيف ده بيموتوا بالسهل، اكيد في حاجة غلط. ايوه بيطلع لهم الوحش الجبار، الوحش المختار، الوحش اللي هيقلبها عليها ويطيها عليهم. شين مش بيستنى بيهجم عليه بالبرق. الوحش اي نعم بيتأثر شوية لكنه مش بيموت، وساعتها مشعر ابيض بيستعمل تقنيات النار ومرة واحدة بيثبته في الارض مكانه.
باقي الفرق بيستعملوا تقنياتهم الفريدة وبيقطعوه من كل مكان. الكل مفكر انه خلاص الوحش مات والمهمة تمت بنجاح، لكن الوضع مش بالسهل كده خالص، لان حمادة ده اول ما بيفكر بس يتحرك ناحيته بيلاقيه في وشه هيخلص عليه. اوبا بابا بابا، دي بقت مجزرة حرفيا. بس البت دي اللي اسمها يوشي بتلحق الموقف بسرعة بقدراتها الغريبة، فبتثبت الوحش وتشيل من وراها بيخلص عليه. بيروح بعدها للواد ده اللي بالمناسبة اسمه ياو، بيقول له خد بالك يا عم لا تموت مننا، انت ناسي الاتفاق بتاعنا ولا ايه؟ وهنا بقى بنرجع فلاش باك لماضي الثلاثة دول، فمن وهم صغيرين كانوا اصدقاء طفولة، حلمهم الوحيد هو دخول فرقة ابادة الشياطين، وده كله للقضاء على كل الشياطين اللي موجودة بالعالم السفلي، لان بسبب العالم ده انتشر الفساد والدمار في العالم بتاعهم. ومن وقتها وهم اتفقوا انهم يكونوا ايد واحدة. الله الله على الجمال يا جدعان، لكن هل فعلا هيقدروا يحققوا حلمهم؟ ده اللي هنعرفه بعدين. بنرجع للحاضر من تاني والكل مستغرب من قوة يوشي، لانها اول ما بتبص للعدو بيتجمد مكانه. اعضاء الفرقة بيحسوا بالخوف شوية، لكنهم مش بيظهروا اي حاجة قدامها. وللاسف الوحش برضه ما ماتش يا جدعان. هو انت يا عم هتموت امتى بالظبط؟ زهقتنا. الكل طفح الكل وادركوا خلاص انهم لازم يظهروا قوتهم الحقيقية. في الوقت ده كمان كان الحاج الكبير ده جاي على الدنيا غلط ومفكر نفسه في امان هنا، معاه الذئب الابيض ده وشكلهم وراهم قصة كبيرة. عم الحاج ده لسه بيسمي الله ويبدا يتحرك، لا مجموعه من الشياطين قدامه. والمشكله يا صديقي ان هو مش بيخاف ولا حاجه، ده بيقول لهم ابعدوا عني انا بالذات، انتم لو جيتوا عليا هعوركم ومش هشوف قدامي. الوحش ده بيبص له ساعتها واللي هو يا عم انت خرفت ولا ايه؟ انت على قد حالك ومش معاك اي حاجه تساعدك. لكن الزبي ده كان عنده راي تاني، لانه اول ما بيبص للوحوش دي كلها بيخليهم يترعشوا من الخوف وينزلوا على الارض احتراما ليه. العجوز ده بس حلو كده بيوصل للتل ده وبيفجر قنبله بسرعه، ده كله عشان يسد التل وما يقدروش يدخلوا له. بنرجع تاني بقى لتشين وياو، بيتفقوا على الخطه بتاعتهم وبيبداوا يتحركوا، لكن الصدمه ان الوحش ابن الغداره بيضحك على الكل وبيغفل يوشي، وللاسف بيبتلعها امام نظريه كل من تشين وياو. يا الهي، ده كله حصل في ظرف ثانيتين بس. فالشخص ده بالمناسبه اسمه سوهو كان واخد باله من البدايه، فالوحش ده كان كل تركيزه على يوشي وقدراتها الفريده، عشان كده حاول يبعد عنها الفريق في الاول ويستغل احد اعضائنا للوصول ليها، وبعدها يغفل الكل وياكلها. احنا كلنا استهنا بالوحش ده وذكائه. تشين ساعتها بيتصدم صدمه عمره، بيتحرك بسرعه عشان يلحقها، وده اللي كان الوحش مستنيه. لكن ياو بيلحقه بسرعه، بيقول له خلاص يوشي ماتت، اهدى وفكر ازاي هنهزم الوحش حالا. تشين مش متقبل اللي بيحصل ده ولسه عنده صميم امل انها لسه عايشه. ياو قال له اهدى بس، لان لو خدك انت كمان مش هنقدر نهزمه. وبالفعل الوحش ما قتلش يوشي ولا حاجه، ده بس بدا يمتص قوتها الغريبه ويستغلها لصالحه. بيبدا ينفذ احدى قدرات يوشي وهي تدمير المكان باللي فيه، بمعنى ادق هيبقى زي القنبله النوويه هنا لو ما قتلوش الوحش بسرعه، ساعتها كلهم هيموتوا. احد الاعضاء بيهجم على الوحش وبيسيبه، لكن الغريب ان يوشي اللي بتتاذى بداله. الكل بيحس بيوشي فعلا، لان البنت ام شعر ابيض بتبدا تتدخل وبتهجم على الوحش، لان خلاص ما عادش عندهم وقت. شين ساعتها بيجن جنونه، محدش هيأذي يوشي، ابعد عنها بسرعه. ومره واحده بتتفاعل قوه البرة الاسطوريه عنده، الواد حرفيا قوته وصلت لمستوى تاني خالص، بيثبت الكل مكانه وبيبدا يكلم يوشي. فبسبب قوه البرق دي قدر يدخل لعقلها الباطن، بيحاول يفكرها بالوعد بتاعهم وانهم مش هيسيبوا بعض ابدا. يوشي كانت بتعاني، ولكن بعد اصرار وعزيمه تشين فعلا بتستجيب ليه، وهوبا البنت بتخرج من الوحش وبيتم القضاء عليه. ام شعر ابيض اللي اسمها يوي ما كانتش مستريحه للوضع. سوهو بتقول لها انت خدت بالك من يوشي مش كده؟ قالت له يلا بينا نرجع للعشيره والكلام ده هيكون هناك. بيروح لهناك فعلا بيلاقوا العشيره كلها اموات، لانهم يا صديقي اصلا من عشيره ليانج، وزي ما انت عارف قائد الشياطين خلص عليهم. يوي وقتها بتقول ده مش شخص بس اللي قتلهم كده وخلاص، اكيد ده بمساعده احد الاعضاء الخاينين، ولو ركزتم فما فيش غير واحد بس بيستعمل قوه شيطانيه. وفجاه يوي بيتخلص على يوشي. صدمه بكل المقاييس.
تشين بيبدا يتحرك يلحقها، لكن 3 من الاعضاء بيثبتوه مكانه. ياو من وراه بيتحرك على يوي عشان يخلص عليها، لكن البنت دي كانت مفتريه عليه. وقتها تشين بيجن جنونه، بيقدر يتحرر من الاشخاص دول وبيهجم على يوي، لكن سو من وراه بيغدر بيه وبيرميه على الارض. وساعتها بيقع من تشين تمثال غريب. سو بيقول لها هتعملي ايه معاه حالا؟ قالت له في غيره، هقتله طبعا. بتهجم عليه بالمنجل بتاعها، لكن على اخر لحظه العجوز ده بيوقفها. قال له انت جيت هنا زي عم انت، مش كنت في العالم السفلي من شويه؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ المهم يوي بتقول له انت مين؟ قال لها مع الوقت هتعرفي، التمثال ده رمز غالي عندي، فهطلب منك خدمه وانك تسيبي الواد ده عايش. قالت له طيب لو رفضت؟ رد بانه هيوقفها بالقوه. وتاكيدا على كلامه الذئب بتاعه بيرمي سوهو بعيد عنه. ويوري سالته للمره الثانيه انت مين؟ انا المعلم لي. وبعد كل ده بيتم استدعاء يوي للمجلس، بتعرفه بكل الاخبار بتاعت المهمه وانها تمت على اكمل وجه. لكن لو خدت بالك فاحنا بنشوف عجوز في المكان. رئيس المجلس بيقول لها الوضع كله تحت السيطرة وهنبدأ نتحرك لتنفيذ باقي الخطة. العجوز دي بتبدأ تبتسم وشكله في حوار كبير يا صديقي. وبعد كل ده بنروح لتشين من تاني، بيلاقي المعلم ليه في وشه وبيقول له انت مين يا عم انت؟ وايه المكان اللي احنا فيه ده؟ المعلم ليه قال له ولا حاجه يا ريس، احنا بس في الارض الاسطوريه الجليد اللانهائي. تشين قال له بلا ارض اسطوريه بلا بتنجان، انا عاوز ارجع لمكاني وانقذ صحابي. قال له بمناسبه اصحابك فالاتنين عايشين، لكن بقى لو ركزت معايا فايه رايك بالتمثال ده؟ انت عارف ده لمين؟ ده يا عم لاعز صديق عندي، هو جدك يا تشين. جدي؟ هو انت تعرفه منين وازاي؟ المعلم ليه قال له هتعرف كل حاجه مع الوقت، لكن لو عاوز تنقذ صحابك وتعرف كل حاجه لازم تنضم لعشيره كويجي، هناك هتلاقي كل الاجابات. وعلى فكره ما حدش بيدخلها وبيخرج منها غير لما يكون قوي بشكل فظيع. شين قال له هبقى افكر يا حاج، وبيسيبه وبيمشي. ساعتها المعلم ليه بيقول له خد القنبله دي يا عم يمكن تحتاجها بعدين. وفي الوقت ده كان ياو مغمى عليه، بيفوق في مكان غريب وجنبيه عدد كبير جدا من الجثث. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيركز حوالينه بيلاقي وحش ضخم جدا بياكل في الجثث. الوحش بيلاحظ حضور ياو وتعالى يا حبيبي تعالى، بيمسك احد الجثث وبيرميه على ياو لكنه بيتفاداه. ساعتها الوحش بيحاول يسيبه لكن ياو بيقطع له صبعه. الوحش بيتعصب جامد وبيدعك ياو في الجدار، حرفيا بيدمر المكان باللي فيه. ياو بيغدره من ظهره، بس على مين يا عم؟ ده الوحش قدك 20 مره. الوحش ده ساعتها بيشوطه بالرجل وبيرميه بره المكان. ووقتها ياو بيتصدم لانه حرفيا في مملكة العالم السفلي. يا الهي، الوحش مش بيستنى يفكر، هو بيتحرك عشان يخلص عليه. ياو ما كانش قادر يتنفس حتى واستسلم لمصيره. وهوبا الوحش بيتخرم قدامه. ده ازاي؟ بيبص وراه بيلاقي شخص غريب وراه. هو انت اصلا بتعمل ايه في العالم السفلي؟ وفي نفس الوقت كانت شين وصل لمدخل عشيرة كويوجي، بيقابل هناك المرشد التي تدعى ليان وبتشرح لهم كل حاجة. الملتحقين بالعشيرة كتير المرة دي، فهيبقى في اختيارين للدخول. ويا عم عشان اسهل عليكم هدخل انا الاختبار بنفسي وافهمكم الاساسيات. بيوصل الاول اختبار وهو الصعود على الاعمدة دي. ليان بتبدا تتسلق الاعمدة واحدة ورا التانية وبتطلع للجبل ده. بس يا عم اهو ده الاختبار كله. الكل بيتبسط من كلامها وبيقول لها ده اختبار سهل اوي، يلا بينا. 2 من المتسابقين لسه بيقولوا يا هادي وبيطلعوا على اول عمود، لقوا نفسهم وقعوا على الارض. الكل حرفيا اتصدم، هو في فخاخ كمان. ليان قالت لهم ده انتم شويه اغبياء بصحيح، هو انتم داخلين على اي عشيره ولا ايه بالظبط؟ احد المتسابقين قال لها ما بالراحه يا حاجه شويه، ما تجمعيش بس عشان انا موجود. لسه هيتحرك لا الشخص المغرور ده قدامه. قال له يا عم ما بالراحه انا لسه بتكلم. خلاص هيمسكوا في خناقه بعض، لكن ليان بتهديهم. وساعتها الواد ابو شعر بني ده بيبدا يتسلق الاعمده، والواد حرفيا مش راحم، يمين شمال وشمال يمين ومش شايف قدامه. ليان قالت له عاش عليك قوي بس بغرورك ده انت مش نافع. فحرفيا على اخر عمود وقع. لكن هل انت مفكر ان خلاص الواد فشل؟ تبقى غلطان، لانه حرفيا بيشغل الكذب الهندي وبيطلع للجبل بقطره ميه. بيروح لليان وبيقول لها كده حلو قوي محدش هيقدر يطلع تاني. وساعتها شخص تاني من وراه بيقول له اتكلم على قدك يلا. بس على فكره حابب اقول لكم ان فعلا محدش غيرنا الا هينجح. خدوا بصه كده ورا، بيركزوا على الاعمده وبيلاقوها
ايديها كلها مكسوره. هو ده مش غش ولا ايه؟ ليان قال له لا، وده لان ما حطيتش قاعده عن الموضوع ده. بس هل بطلنا تشين فشل في الاختبار وخلاص على كده؟ تبقى برضه غلطان. الواد حرفيا بيستخدم قوه البرق وبيطير على الاعمده واحد ورا التاني. بعدها بينط على الجبل ده وبيتاهل للاختبار اللي بعده. ليان بتعجب بقوه الاسطوريه وبتساله عن اسمه. قال لها انا اسمي تشين، وبيخلص الحديث بينهم على كده. بعدها ليان بتاخدهم على احدى الاماكن وبتفهمهم تاريخ العشيره دي، وانهم مشهورين بصناعه الاسلحه الروحيه لكل العشائر التانيه وتاثيرهم الكبير على العالم. عشان كده انتم هتخضعوا لاختبار صناعه الاسلحه، او بمعنى ادق الاسلحه الروحيه. بتاخدهم للقاعه دي وبتقول لهم ما فيش غير 7 بس اللي فازوا في الاختبار اللي فات، ودلوقتي كل واحد فيكم لازم يبدع في السلاح اللي هيصنعه، ومساعده مننا ليكم جهزنا لكم كل حاجه في الخاتم اللي جنبكم ده، في كل الموارد اللي انتم عايزينها. اهم حاجه بس تكون فاهم انت بتعمل ايه. ال7 حرفيا بدأوا شغل من النار، وكل واحد احسن من التاني. وفي وسط الاجواء المشتعله دي بتظهر اميره عشيره كويجي. البنت دي اللي اسمها سوجي حرفيا مشهوره عند الكل، ومش اي حد يقدر يتكلم معاها. بتروح تكلم ليان وبتقول لها ان المختبرين السنه دي اقوياء على فكره. قولي لي بقى مين اللي هيجذب انتباهك هنا؟ البنت حرفيا اتحرجت تقول لها مين، بس بتشاور عليه. وهو مين؟ ايوه يا صديقي، هو تشين بشحمه ولحمه. سوجي ساعتها بتستغرب، ده مش عارف يصنع حاجه خالص، ازاي ده جذب انتباهك؟ ما علينا، انا عاوزك بس تتابعي هعمل ايه في كل المختبرين. حرفيا بتوقع فيهم واحد ورا التاني وبتشتمهم لحد ما بيتبقى 2. الواد ابو شعر بني ده وتشين. لكن سوجي بتحس بحاجه غريبه، هو تشين بيعمل ايه بالظبط؟ ساعتها بيتصدم، ده بيصنع سلاح قوي جدا من قوه البرق. بتروح تتابع بيعمل ايه وبتحاول توقفه، لكن هي للاسف اللي بتقع يا صديقي، ومن اعمالكم سلط عليكم. والمفاجاه ان نائب رئيس العشيره بيحضر في المكان، بيقول لك كل ورايا. بيبداوا يتحركوا على مدخل العشيره، وهناك بيشوف 12 عمود. الاعمده دي الرئيس الاول للعشيره هو اللي عملها. في منهم اعمده بتظهر نور براق لاشخاص معينه بس، ولو ظهر لك النور ده ساعتها بتكون مرشح انك تبقى قائد العشيره مستقبلا. ولحد هنا مفيش غير 2 بس قدروا يظهروا النور ده، من ضمنهم سوجي يا صديقي. فيا ترى هل حد منكم هيقدر المره دي يبهرنا؟ الكل ساعتها بيتحمس وبيبداوا يلمسوا الاعمده دي. وايوه في عمود واحد بينور من وسط الاعمده اللي في المكان. لا مش تشين اللي عملها، ده الواد بشعر اصفر اللي اسمه شاو. يا حلاوه. وقتها الكل بيوصل لهم الخبر ده، والرئيس بنفسه نازل يقابل شاو. بيتحرك لهناك فعلا، والكل بيحترم الرئيس جدا. وقتها بيبدا يبارك لشاو على نجاحه في الاختبار ده، وبيقول له اتحرك ناحيه الجناح الرئيسي يا شاو، ومن اول حالا كل اللي في العشيره لازم يحموا شاو. كمان هعرف العالم باللي انت عملته تكريما ليك انت بالذات. وبينتهي الاختبار على كده. الولد ابو شعر بني ده اسمه فان، كان مستغرب ازاي الولد ده نجح في الاختبار، والمعلومات اللي جمعها ما كانتش بتناسب مواصفاته. شين بيستغرب، بيسأله ازاي بيقدر يجمع معلومات عن شخص عزيز عليه. فان قال له بسيطة يا غالي، مكان واحد بس هينفعك وهو المدينة الأثرية، وتحديدا في متجر سيدة دعارين. بس على فكرة مش أي حد بياخد منها معلومات. شين مش بيهتم وبيتحرك فعلا على هناك، لكن أول ما بيقابل رين وبيسألها عن يوشي بتقول له حسيت بحاجة غريبة. قال لها حسيت بشوية برد مش أكتر. رين ردت حلو أوي الكلام ده، خد الباب وراك وبره. شين مش فاهم أنا عملت إيه؟ قالت له أنت ما عملتش حاجة، كل اللي أنت عملته بس إنك مش عندك مؤهلات المطلوبة، اطلع بره يلا. شين بيحاول يجيبها يمين يجيبها شمال، وبرضه اللي في دماغها في دماغها. وقتها شين بييأس وبيطلع بره المكان، بس ورا كل ده بنت غريبة بتدخل المكان بتسألها هي برضه عن يوشي. رين قالت يوشي كمان مرة، بس شكلك عندك المؤهلات المطلوبة المرة دي. فمين البنت دي وايه حكايتها بالظبط؟ هنعرف بعدين. المهم تشين بيرجع لمركز العشيرة من تاني، والمشرف بيبدأ يقسم المهمات على الكل. المفاجأة بقى ان سوجي طلبت انها تكون مع تشين. فانا قال له يا ابن المحظوظة عملتها ازاي؟ قال له يا عم وانا مالي، انا اصلا مش عاوز اكون معاها. فانا استغرب، يعني تجيلك النعمة وانت ترفضها؟ ده انت غبي بشكل.
قتل. ما علينا يا اسطى، قوم يلا وروح ساعدها في المهام. بيتحرك ناحيه المسكن بتاعهم، وهناك بتوصل له اول مهمه بطحن الاعشاب دي. تشين قال لهم تمام، هو بيسيبوه وبيمشي، لكن اول ما تشين بيلمس الاعشاب بيتأذى لانه بيلاقي فيها سم. وبعد فتره الممتحنين بيروحوا يستلموا منه الاعشاب، قال لهم على الطاوله اهي، بس على فكره خدوا بالكم في الاعشاب دي سامه، او بمعنى صح انتم اللي سممتوها، ولو ما كنتش استعملت ضمادات كنت خسرت ايدي، بس يلا عادي سيبوا اللي في ايديكم وخدوا ده. الواد حرفيا بيصدمنا وبيرمي عليهم بقايا من الاعشاب السامه. سوجي وقتها كانت بره ومش فاهمه حاجه، قال لها الاعشاب جوه وانا نقيتها فما تقلقيش، وبعدها سابها ومشي. سوجي كانت متضايقه وده لانه مش بيهتم بيها، فبتقرر تطرده من الطائفه دي بطريقتها، بتوكله مهمات صعبه جدا وتشين مش بيهمه، حرفيا الواد مش راحم. لحد ما في يوم سوجي زهقت منه وراحت تشتكي للمرشده ليان، قالت لها حاولت اتقل عليه بالمهام عشان يتضايق ويطلع من العشيره، وحتى ان جربت تطلع عيب واحد في مهماته مش عارفه. واللي بيستفزنا اكتر ان مش بيتضايق اصلا. ليان قالت لها مفيش غير حل واحد بس، لكننا مش بنعرف ايه هو. المهم نسيبنا من كل ده ونرجع لتشين من تاني. كان وقتها بيساعد سوجي في صناعه الاسلحه، الواد عامل شغل عالي، لكن سوجي بدات تتهور قوي وخلاص هتفجر الدنيا عشان تصنع السلاح ده. تشين بيقلق لانها كده هتضحي بنفسها، فبياخدها بره المكان قبل ما ينفجر بثانيه. سوجي قالت له انت غبي، بسببك فشلنا يا تشين. قال لها فشلنا ايه؟ انت كنت هتتري نفسك عشان سلاح، حتى شوف ايدك كده. سوجي قالت له ابعد عني ومش عاوز اشوفك هنا. قال لها تمام قوي. بيخرج من المكان وبيقابل ليان، قال لها انا مش عاوز ارجع هنا من تاني للابد. ليان ما كانتش فاهمه حاجه خالص، لكنها مستغربه لان سوجي ما دخلتش اي حد مكان التعدين بتاعها قبل كده، وان تشين اصلا هو اول واحد يدخل لهناك. وبعد فتره كان شاو وصلت له اخبار ان تشين بدا يقرب اكتر من سوجي، والمشكله الاكبر ان شاو بيحب سوجي، ومعنى ان تشين قريب منها انه كده بقى عدو ليه وهيتعامل معاه بعد كده. لكن وقتها تشين ما كانش مهتم باي حاجه، بيروح لمكان الاعمده ال 12 وبيقول اي نعم سوجي كانت مستعده تضحي بنفسها، بس انا برضو عندي استعداد اضحي بنفسي عشان اصحابي. بس هو ايه الفرق بينه وبينها بالظبط؟ بيحاول يفهم فكره الاعمده دي ويربط كلام المعلم ليه ببعضه، فبيركز على قوه روحه اكتر وبيجرب امتحان الاعمده من تاني. وتاشا وحس بزلزال رهيب في المكان، فبيروح يشوف ايه اللي بيحصل. والمفاجاه ان تشين نجح في الاختبار يا صديقي، وقدر انه ينير احد الاعمده ال 12. يا حلاوه. وبعدها بنرجع ليوم تاني، كان وقتها مع الشخص اللي انقذه واللي بيطلع شيطان في الاخر، لكن مش زي باقي الشياطين، هو معادي ليهم ولشرهم كمان. مش هو لوحده اللي بيحارب الشر، لا دي عشيره باكملها بتحارب الشر عندهم، فمن الاخر كده يعتبر زيهم زي البشر بالظبط. ياو بيستغرب ازاي ده ممكن يحصل، لكن مش بيهتم. بيلاحظ في طريقه مدينه مستقله عن العالم السفلي، ولما بيدخلوا في المكان ياو بيتصدم لان في بشر في المكان عادي جدا. الشخص ده قال انا كنت بنقذهم وقتها وهم حبوا يعيشوا معانا، لكن مش بنفرق بيننا وبينهم عامه. فياو بيسال طيب والناس اللي عايزه تخرج من العالم السفلي؟ قال له انت شايف البرج اللي قدامنا ده؟ هو ده الطريق للخروج من العالم السفلي. ياو ساعتها ادرك ان هو فريقه ما يعرفوش حاجه لسه عن حقيقه العالم ده. الشخص اللي انقذه ده من رتبه جنرال، وبيسال ياو اذا كان جرحه اتشفى ولا لسه. فعلا ياو حس ان حركته اخف واتعالج بسرعه كبيره جدا، لحد ما بيقطع حديثهم شخص غريب في المكان. بيقول للجنرال في موضوع مهم محتاجك فيه بس مش هينفع هنا. الجنرال قال له تمام، وبيقول لي ياو يتجول في المدينه على ما يجي من تاني. وساعتها ياو بيلاحظ حاجه غريبه، الشخص المقنع ده عنده علامه تحالف الشر. طب ازاي هو مع مين الجنرال؟ ياو بدا يشك في الموضوع وبيتحرك وراهم، بيوصل للمقر بتاعهم وبيحاول يسمع بيقولوا ايه. الشخص صاحب العلامه بيقول ان في احد المتدربين في طائفه كويجي قدر يظهر نور الاعمده ال 12، وغير كده كمان ظهرت فتاه بقوه شيطانيه في المكان. الجنرال بيتبسط من الكلام ده وبيقول خلاص الخطه بتاعتنا هتبدا تتنفذ اخيرا. المقنع قال له ايوه لان تشين ده هنستغله صح. ياو بيتصدم ايه اللي دخل الشين في الحوار. الجنرال ساعتها بيحس بيه وانت اللي جنيت على نفسك. بيقول له المقنع في فار انا كنت معالجه من شويه، عاوزك تجيبهولي كده حي او ميت، ايه اللي يريحك، بس اهم حاجه اكسر له رجليه وايده عشان يحرم يتصنى التاني. المقنع قال له عيوني وبيكسر السقف على ياو. ياه هو انت؟ طب تعالى. ياو بيهرب بسرعه من المكان
المكان وبيتحرك ناحيه البرج، لكن المقنع خلاص مش هيحلك. وفي الوقت ده تحديدا بقاع الارض بنشوف شخص عجوز مكبل من كل مكان، لكنه بدأ يفوق وشكله مش سهل خالص يا صديقي. بنرجع ليوم تاني بيبدأ يتحرك ناحيه البرج باقصى سرعه عنده، لكن المقنع وراك يا حبيبي. وهوبا المقنع بيقدر يوصل له في ثواني. بيقول له تصدق عيونك عجبتني، وعشان انت بتحاول تفلت مني فانا هسحب نظرك. وفعلا ده اللي بيعمله. يا وقتها مش مصدق، هو زي عامل كده من الاساس، بيحاول يهجم عليه لكنه مش شايف اي حاجه، فبيستخدم طاقته الروحيه في المكان. المقنع قال له انت ما بتحرمش بقى، اقول لك يا عم تعالى. بيمسك ياو بيرميه على الارض، وبعدها بيسحب قوته الروحيه كده. خلاص ياو بلا حول ولا قوه بدأ يصرخ من الالم ومش قادر. والمقنع في قمه مزاجانه بيضحك ضحك هستيري من المنظر اللي شايفه وتعذيب ياو قدامه. المقنع قال له بص انا اقدر اريحك من ده كله، مش الدماغ هو السبب الاساسي في انك تحس بالالم. طب ايه رايك اشيلها لك بالمره وبعدها ترتاح نهائي من الالم. وانا هنا حابب اوضح انه مش هيرتاح من الالم بس، ده هيرتاح من الدنيا كمان. المقنع بيبدأ انه يستخدم سحره عشان يشيل دماغه، لكن ياو ساعتها بيظهر قوة جبارة، قوة لم يظهر لها مثيل. الشخص المقنع استغرب، هو مش انا سحبت قوته منه، لكن بيدرك ان دي اغبى حاجة عملها، لان بطريقته دي اخرج الوحش اللي جواه بالغلط. فللعلم ياو عنده مركز قوتين بيغطوا على بعض، قوة روحية والتانية شيطانية. ولما القوة الروحية اتشالت ساعتها الوحش اللي جوه ياو خرج عن السيطرة، وبعدها المقنع بيستعد لمواجهته من تاني. لكن المفاجأة ان ياو بيتجاهله وبيتحرك ناحية البرج. المقنع قال له عاش عليك، بس صدقني لسه معايا وقت ان اوصل لك، فالبرج ده امتحان للخروج منه. بيبدأ يتحرك ناحية البرج وساعتها بيتصدم، البوابة اتشالت بالحراس اللي قدامها. بس عادي في مئات الحراس جوه المكان اصلا. بيدخل لجوه ومش بيلاقي حد خالص. طب هم الجنود راحوا فين؟ بيبص لفوق وعينك ما تشوف الا النور. الواد حرفيا ما علهم زينة في الجدار، فهو قطعهم اول ما دخل ورماهم رمية الكلاب هنا. المقنع قال له عادي في وحوش قوية جدا في الدور الثاني. بيبص جوه وبيترعب من المنظر ده، خلص عليهم كلهم من غير اي حاجة. بس انا ما توقعتش انه هيكون ذكي كده، لانه بدل ما يواجه كل دور قرر يتسلق البرج مرة واحدة من بره، وفعلا قدر يوصل لاخر البرج. المقنع بيتحرك وراه وبيقول له عندك يلا الباب ده ما تقدرش تفتحه بقوة شيطانية، وانا عندي الحل ليك يا عم ياو. بيبدأ يطير في كل مكان وصاحبنا مش فاهم اي حاجة. المقنع وقتها بيقف في مكانه وبيلف الخيوط بتاعته على ياو بيغلفه بالكامل. ياو بيستغل اخر فرصة وبيضرب المقنع بليزر، وللاسف المقنع ما ماتش برضه وعدى منها باعجوبة. قال له الشرنقة دي هترجعك بشري من تاني، وما تقلقش مش هسيبك تمشي وهعرف الجنرال. سلام انا بقى. وبعدها ياو بيخرج من الشرنقة فعلا وكل جروحه سليمة، وكمان بصره رجع من تاني. بيبدأ يفتح اخر باب في البرج وبيتصدم من الجثث اللي قدامه. اوبابا. وفي الوقت ده المقنع بينزل للجنرال بيقول له لقينا مغفل هيساعدنا في المخططات بتاعتنا، لان الباب الاول محتاج بشري يفتحه والتاني محتاج قوة شيطانية تستحمل ضغط الهواء هناك، وهي دي نفس المواصفات في ياو. وتفسير للجثث اللي في المكان الجنرال قال له 10 ايام 10 ايام وهنسيطر على العالم البشري باللي فيه. وبيسيبوا المكان وبيمشوا. يا ترى ياو هيقدر يخرج من البرج ده ولا مصيره زي اللي قبله وهو الموت؟ وبعد ده كله بنرجع لتشين وشاو من تاني. صاحبنا بيسأل تشين عن اللي عمله بالظبط. تشين قال له ابعد يلا انا حاليا لازم امشي، لكن شاو عاوز يغفله ويهجم عليه، بس تشين بيصدها بيقول له ايه ناوي تتخانق معايا، لكن مش بيلحق يكمل كلامه وبيلاقي المساعدين بتاع شاو في المكان. وريني بقى هتعمل ايه. وفي الوقت ده بنشوف احد قواد عشيرة فينج الحالية وهو ابو يوي اللي غدرت بيت شين. بيقولوا بقى مين يا صديقي؟ ايوه ومن غيره المقنع بشحمه ولحمه. يا حلاوة. القائد بيستفسر من المقنع عن الجديد وهو بيرد بان حاليا احنا خلاص فتحنا الختم خلاص وقريب اوي هنبدأ ننفذ الخطة بتاعتنا. اوبا. ده على كده قائد عشيرة فينج متواطئ معاهم اصلا. المقنع
قال له 10 ايام بالظبط وهنبدا الاحتلال، وساعتها هتاخد اللي انت عايزه من العالم السفلي. القائد قال له تمام ونتقابل في الوقت ده، ارجع لمكانك يلا، وبيسيبه وبيمشي. نروح بقى لرئيس عشيرة كويجي، بيوصل له اخبار عن شخص قوي جدا في المكان مش قادرين يوقفوه. بتدخل بعدها للمكان بكل فخامة، وهي دي البنت اللي كانت بتسأل على يوشي في المدينة الأثرية. وبالمناسبة دي بنت قائد عشيرة فينج واسمها لين. لسه الرئيس هيقول لها خدي واجبك، لا الجندي ده بيقول له عن عراك حاصل بين تشين وشاو. ساعتها بيأمرهم يوقفوه، لكن مفيش بايديهم حاجة، فبيقرر يتدخل هو. نرجع بقى ليهم من تاني، والشين بيقول للشاو عاوز ايه مني انا؟ مش كل واحد في حاله ولا ايه؟ شاو قال له انت اللي معطلني على اللي انا عايزه، وعشان كده لازم اخلص عليك قبل ما تتطور. الجندي ده قال له اياك تتعارك، فقام شاو مكسر وشه، وساعتها تشين اتعصب، بيبدا يستحمل سحر البرق وبيهجم عليه يمين شمال، وشاو بيصد ليه بكل سهوله. بعدها شاو بيصنع اسلحه من سحره وبيرميهم على تشين. بطنه بيتفاداهم، لكن للاسف بيتصفي دماغه من احد الاسلحه. تشين قال له ما بالراحه يا عم، انت معاك كام سلاح كده بالظبط؟ قال له زي ما قلبك يحب. وساعتها بيفعلوا اقوى تقنيات عندهم، وعلى كده واحد فيهم هيموت. لكن على اخر لحظه الرئيس بيوصل هو ولينو وبيلحقوا الموقف. تشين ما كانش فاهم حاجه، بس بسبب الضغط العالي اللي كان فيه بيقع على الارض فاقدا للوعي. بيصحى بعدها بيلاقي نفسه في احد الينابيع السخنه ومعاه لين في المكان، فبيستغرب هو انت بتعملي ايه هنا؟ قالت له ما تخافش ما تخافش، انا طلبت بس من الرئيس اني اشوفك لاني محتاجه منك حاجه. قال لها وانت عاوزه مني ايه؟ قالت له عارف المدينه الاثريه اللي بنجمع فيها المعلومات؟ اهو انا عرفت ان معاك كل المعلومات بتاعت يوشي اللي انا عايزاها. يوشي؟ هو انت تعرفيها منين اصلا؟ البنت ما بتكترش معاه في الكلام وبتدخل دماغه تستولى عليه، لكن وبسبب اصرار بطنه الداخلي وقوته المكتومه جواه بيقدر يخرجها بره دماغه بسرعه. البنت بتتصدم ومش بتكون فاهمه حاجه لحد ما احد الاشخاص بيوصل المكان. بيكون مين يا صديقي؟ هو ياو بشحمه ولحمه. يا حلاوه، دي شكلها تبدا تولع من حالا يا صديقي. شين ساعتها اتصدم، ده ازاي كده؟ ياو قال له انا صاحي قدامك اهو يا حبيبي وبتفشخ من الوحوش وانت قاعد مع المدام بتسبحوا في الينبوع. شين قال له مش اللي في دماغك يا عم، بس اللي حصل في غيابي. وساعتها ياو بيبدا يحكي له الحكايه من اولها لاخرها لحد ما بيوصل لتحالف عشيره الشر، وبمعنى صح واحد من عشيره فينج. القائد اللي مع ياو استغرب، قال له انت عارف مين البنت اللي قدامك؟ دي بنت عشيره فينج اصلا، انت فاهم بتقول ايه؟ ياو قال له ده بجد؟ طب تعالي. بيهجم عليها، لكن البنت بنفخه واحده بتوقف هجومه، وساعتها القائد بيوقفه. قال له لو عليها كانت خلصت علينا كلنا في ثواني، فاهدى وشوف هي عاوزه تقول ايه. لين قال له انهم مش متورطين ولا حاجه، انا اصلا ما اعرفش انتوا بتتكلموا عن ايه بالظبط، لكن هقدر اوصلكم بالمعلومات وافهم كل حاجه من عيلتي، بس محتاجه شويه وقت. القائد قال لها تمام، وخد ياو بيتحركوا، لكن قبل ما يمشي بيعرفهم ان الختم هيتفك في 10 ايام، وغير كده الختم هيبقى عند عشيرة كويجي. اوبا، هو ايه اللي جاب عشيرة كويجي في الموضوع؟ كل حاجة هتظهر واحدة واحدة. وبعد شوية وقت بتروح لين هي وتشين لرئيس عشيرة كويجي، بيعرفوه بان الختم هيتفك داخل منطقة عشيرة كويجي، وتحديدا بيد احد الخاينين. ده كله في غضون 10 ايام بس. القائد استغرب، هو ايه دخل العالم السفلي بينا من الاساس؟ لين قالت له ما تخافش ما تخافش، انا عموما بدات اتصرف ونشرت جنودي كلهم في المكان يراقبوا كل حاجه، لكن اهم حاجه خد بالك من شخص واحد بس. ايوه، هو شاو بشحمه ولحمه. الرئيس قال لها ده بيحبني وبيحترمني جدا. لين قالت له لا يا عم، ده هو بيكذب مش اكتر، لان انا قاريه في عينيه طمع السلطه، فاهم حاجه ابعد عن الواد ده باي تمن عشان ما تخسرش غدر، وانا هروح اشوف عيلتي مالهم بالموضوع ده. الرئيس قال لها تمام، وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده كان شاو مع النائب بتاعه بيتناقشوا عن مخططاتهم الجديده، ووقتها شاو بيطمع خلاص انه يكون الرئيس لان في مرشح تاني غيره، وعشان كده هيخلص عليهم واحد واحد. بيبدا اولا بالقائد الاعلى للقوات. شاو ساعتها بيغفله وبيرميه على الارض. القائد قال له على فكره مش هتفلت من العقاب،
جنودي هيقتلوك بدون ذرة رحمة. شاو قال لهم انا عامل حسابي يا صاحبي، شايف القائمة العريضة دي؟ هي بقى اسامي عيلتك حرف حرف اللي هيموتوا لو ما اتفقتش معايا. القائد ساعتها بيجيب ورا وبيخاف على عيلته، فبيقرر يساعده في مهامه حفاظا على العيلة بتاعته، وبعدها بينفذ الخطة التانية وهو القضاء على المرشحين، واولهم سوجي. شاو بيبدأ يتحرك على هناك بسرعة وبيتفق مع النائب على كل حاجة، فبيقتحم المكان على سوجي والمرشدة التانية. شاو قال لهم هو انتوا لسه هتفكروا؟ ده موتكم على ايدي النهارده. سوجي بتقول له هو انت اتجنيت ولا ايه؟ انت عارف بتكلم مين بالظبط؟ شاو قال له ايه المشكلة؟ انا كده ولا كده هكون الرئيس الجديد. بيستل سيفه بعدها وبيرميه عليها، لكن سوجي بسحر النار بيتصدى ليه. بتستغل الطبيعة الفيزيائية للسيف وبتكون سلاح قوي منه. شاو قال ايه الحلاوة دي؟ شكلك كده هتسليني. سوجي قالت له انت شفت حاجة؟ انا لسه بسخن. بيبدأ الهجوم على بعض وواضح التفوق لشاو. سوجي وقتها بتجره بالكلام وبتحاول تفهم نواياه بالظبط، فشاو بيقول لها انه مش هيستنى 10 سنين قدام على ما يكون القائد. انا هستغل اقرب طريق ممكن واحتل عشيرة كويجي كاملة. سوجي قالت له ده انت مختل عقلي بقى، بس حظك الزفت انك جيت قدامي. شاو قال لها ما تقلقيش ما تقلقيش، انت مجرد حشرة اصلا. سوجي وقتها اتعصبت وبدأت الهجوم على شاو، لكن المعلم بيثبتها بسيوفه من كل حتة. قال لها كفاية عليك كده يا ماما، انت جبتي اخرك معايا. وبيصنع سيف ضخم جدا وبيرميه عليهم، وفجأة ليان بتستعمل سحر التلج وبتاخد الضربة بدلها. سوجي بتتفرج على المشهد قدامها وبتنهار، فبتستعمل اقوى تقنية عندها، تقنية الفرن الملتهب. بتحوط نفسها بحاجز من التلج وبعدها بتشغل الفرن لاقصى درجة حرارة. شاو قال لها تقنية جميلة وبتنفع في الاوقات دي، بس المشكلة ان انا اصلا بقدر استحمل الحرارة ايا كانت درجتها. سوجي وقتها ادركت ان خلاص املها الاخير دلوقتي في شخص ينقذها. شاو قال لها حتى دي مش هتلاقيها لانها استعمل تقنية مضادة ليها، بيحوطها ب3 جدران من كل حتة ودرع خلف من وراها. بعدها بيستدعي وحش ضخم في المكان وبيضرب على الدرع ده، وبالتالي بيحصل تصادم بين الاصوات والجدران دي بتبدأ تهجم بصوت عليهم. وللاسف تقنية الفرن دي مش مضادة للصوت نهائي، فسوجي وليان بيتعذبوا عذاب شديد جدا. وسوجي وقتها بتصرخ باسم واحد بس وهو تشين. يا الهي، يا ترى بطلنا هيقدر يوصل لهم ولا لا؟ وفي الوقت ده كان فان في طريقه لسوجي، خلاص كان قرب يوصل، لكن احد الظلال بتوقفه. لسه مش بيلحق يستغرب وبيلاقي التاني من وراه هيقضى عليه، لكن بسرعه فان في التفكير بيقدر يخلص عليهم في ثواني. بس الحوار ما خلصش على كده والسلامه، ده في المئات منهم. وبعد ده كله بنشوف يويو فريقها بيبدأ يجهزوا لاحدى المهام، والمفاجاه اننا بنلاحظ دخول العجوز ده عليهم. يويو بتقول لها انت مين؟ العجوز قالت لها ما تشغلش بالك، انا هساعدك في الوصول اللي انت عايزاه، وضمان على كلامي في ورقة رابحة جوه العربية دي. فيا ترى مين البنت دي؟ نرجع تاني لشاو. هل ده كده اخرك يا سوجي؟ وساعتها بينكسر الفرن نهائيا، كان لسه هيخلص عليهم، لا شخص كسر الحواجز اللي في المكان. بيطلع مين بقى يا صديقي؟ ايوه هو فان. طب ده ازاي؟ المفروض ما تعديش من الظلال. قال له ما فعلا كلامك صح وكل حاجه، بس المشكله انك نسيت تحط احتمال ان ممكن تشين يكون معايا. اوبا مش بيكمل، وبيلاقي تشين بيتشكل مع ظل صغير وراه، بيحرقوا بالبرق بعدها وبيقول لهم اعذروني يا جماعه انا اتاخرت بس هفشخك برضه يا شاو. قال له ده في احلامك يالا. بيغفلوا بالسيف لكن تشين بيتفاداه، بيهجموا على بعض لكن شاو برضه اقوى. فالكل بيجي لهم فكره جباره بيبدأ ينفذوها فعلا، وسوجي بتستعمل السلاسل الناريه وبتثبت احد اذرع شاو. شاو قال لها عادي عادي، بايد واحده اخلص عليكم برضه. لسه هيستخدمها، لا هي كمان اتثبتت. فانا قال له يا عم مالك انت ما عملتش حسابي ليه بس؟ ومن وراه ماشيين بالبرق وبيهجم عليه. الكل كان مفكر انهم انتصروا، بس اللي حصل كانت صدمة بكل المقاييس. نائب شاو بيضحي بنفسه عشان القائد بتاعه. شي مش بيلحق يستوعب
ضربة في دماغه بتجيب أجله. الكل بيترعب على بطننا فبيفقدوا توازنهم بين بعض، وهو ده اللي كان عاوزه شاو، وبالتالي يقدر يوقع الكل في فخاخه ويثبتهم. تشين ساعتها كان في عالم تاني بيلاحظ فعاله الباطن نسخة منه مكبلة بسلاسل من كل حتة. انت مين وبتعمل ايه هنا؟ النسخة دي قالت له ده انت مثير للشفقة يالا، حتة حشرة زي دي مش عارف تخلص عليها. عموما بما انك هتموت بالشكل ده فاسمح لي اتدخل المرة دي. وبعدها بنلاحظ تليك في ايد شاو، وهوبا شاو بيفقد دراعه في ثواني. هي مش دي ليان لانها مستعملة جليد، لكن اللي بيفاجئهم يا صديقي هو ان القوة دي كانت من تشين. ايه بس ده ازاي؟ لكل شخص مجال محدد من القوة، ازاي انت معاك قوتين مع بعض؟ بس ده كان بيسخن يا صاحبي لانه بيعالج جرحه المميت كمان. وساعتها شاو ما بقاش فاهم حاجة. هو انت لسه هتفكر؟ موت يالا. تشين بيستعمل سحر التلج عليه وبيغفل شاو بسرعة، لكن للأسف النائب بيضحي بنفسه وبيموت بدل شاو. وساعتها شاو بينهار على الآخر، بينهار من فقدان أحد الأشخاص الوفيين ليه. وبعد كل ده كانت رين راجعة للعشيرة بتاعتها عشان تستفسر على كل حاجة من أبوها، لكن المفاجأة إنها بتحس بخروج حد، وفعلا بيطلع المقنع يا صديقي. بيستغرب لأنه بيحس بقوة روحية في المكان، بس مش بيهتم بيدخل المكان من تاني. رين بدأت تشك في كل اللي بيحصل، فبتبدأ تتصنت على اللي بيحصل هنا، وبتنصدم صدمة عمرها لأن أبوها كان بيمتص أحد الوحوش الشيطانية للاستيلاء على قوته. بيبدأ يحس بتغير في قوته وطبيعتها، بس ده مش كفاية، محتاج قوة كمان. بيشك في ان في حد برا فبيكسر الباب اللي وراه، بس للأسف مش بيلاقي حد برضه. لكن على مين يابا؟ ده بيقدر يمسك ريشة من هدومها، لكنه بيعمل نفسه ما شافش حاجة. بنرجع لشاو من تاني. تشين قال له الصراحة ما كنتش اتوقع انك هتكون عاطفي كده، بس على فكرة مش هتكمل كتير وهبعتك ليه. والمشكلة الكبرى ان عيون تشين بتكون متغيرة بشكل مش طبيعي. بعدها تشين بيستعمل سحر التلج على شاو، بس بغباء حبتين. مش كده وبس، لا ده السحر بيصيب كل اللي في المكان. سوجي بتحاول توقفه عن اللي بيعمله لانه كده هيقتلهم، لكن تشين في حتة تانية خالص. فللأسف ده مش تشين يا صديقي، ده الوحش اللي جواه مش اكتر. سوجي عرفت ان بالمعدل ده هيموتوا كلهم، فبتستعمل سحر النار وبتحاول توقف تشين. بتقول له ارجع لطبيعتك، ده مش انت، ارجع يا تشين، كلنا محتاجينك، انا محتاجاك. تشين قال لها بلا محتاجاك بلا يحزنون، انت مش فارقه معايا بجنيه اصلا، وبيرميها على الارض. لكن في داخل تشين بيحس بكل حاجه، بيفتكر ده نفس الموقف اللي حصل مع يوشي، وساعتها بيرجع السيطره ليه من تاني. بيتاسف للكل عن اللي حصل وبيوقف سيطره الشيطان اللي جواه. شاو قال له انا فعلا بحسدك يا تشين، وبيطلع ان شاو ما ماتش ولا حاجه، ده اتجمد في مكانه بس مش قادر يتحرك. لكن كلها مساله وقت وهتموت، لان البيت ده هينزل بيهم على التل. سوجي وقتها كانت مرعوبه من تشين. اول ما بيفوق من تاني تشين بيحاول يهديها بس مش عارف، وبعدها بيسقط شاو قتيلا في وسط اعماق الظلال. فبالتالي بتنتهي قصة مستنير الأعمدة الحالي، لتبدأ قصة الوحش الفتاك تشين. المهم بتعدي فترة من الحوادث دي وبنشوف تشين محجوز جوه المكان ده. سوجي بتروح تطمن عليه وبتقول له اخبارك يا فنان؟ قال لها بعيد عني، بعد الشكر اللي كنت منتظراه من انقاذك. عموما انا دلوقتي وحش، ابعد عني لهزيكي. سوجي قالت له انا عارفه انه خارج عن ارادتك، لكن صدقني هخرجك من هنا. احد كبار القادة بيقطع الحديث ما بينهم وبيقول يا تشين قوم الرئيس محتاجك. بيوصلوا للمكان هناك والرئيس بيقول يا تشين اسمع كلام الشخص ده، فهو ده احد الرسل من دولة فينج. المرسل بيبدأ كلامه وبيقول انهم ناويين يعتقلوا تشين بعد اللي عمله في قتل شاو، لانه من نفس العشيرة بتاعتهم. سوج قالت له تاخدوا مين والناس نايمين؟ شاو اللي جه علينا وتشين اللي انقذنا. الرئيس قال لها حلو الكلام،
بس انا مش هضحي بحد تبعي، ولو هتكتر بالكلام يا عم المرسل انت، فالقائد بتاعي هيتعامل معاك. القائد مش بيكتر معاه وبيفصل رقبته عن جسمه، وده كده معناه اعلان الحرب بين العشيرتين. يا ترى من المنتصر؟ الرئيس بعدها بيقول لتشين انه يرجع لغرفة الحجز بتاعته مع الحراسة المشددة لحد ما نفهم قوتك الغريبة دي مصدرها ايه. سوجي قالت له يعني قصدك ايه؟ يعني هنرجعه للسجن تاني بعد كل اللي عمله لينا؟ الرئيس قال لها ما قدامناش غير كده حاليا عشان ما يقتلش حد بالغلط. تشين قال لها خلاص يا سوجي انا مرتاح كده، ما تشغليش بالك انت، حاولي تحمي اهل العشيرة اهم حاجة. ولسه هيتحركوا لو في وشهم قال لهم سيبوا صاحبي مكانه، انا مش هخليكم تقتلوه، واللي عاوز يأذيه يعديني الاول. القائد الاعلى قال له انت تعبان يا ابني، انت بتقول ايه بالظبط؟ بص انت مش نافع معاه غير الضرب، تعالى هات اخرك. يو بينطلق عليه وبيلاقي اللي هيعميه حرفيا. القائد بيلعب معاه مش اكتر. سوشي قالت لتشين هو ده صاحبك؟ قال له للاسف بس ما علينا، خلينا نركز معاهم. يو ما قدرش يكمل القتال وبيستسلم للاسف. القائد قال له بص يا عم، شايف الرسول ده اهو الكلام كله كان عليه، وهو ده اللي مات مش تشين ولا حاجه. ياهو ساعتها عرف انه فيهم غلط وبيعتذر عن اللي حصل منه. وفي الوقت ده كانت يوي مع سوهو منتظرين المرسل. بيعدي الوقت ولسه الرسول بتاعهم مرجعش لحد الان. لحظتها ادرك الاتنين ان الرسول مات وان ده اعلان الحرب بين الدولتين. وبعدها بنروح للعجوز الشرير من تاني. كانت عند عشيرة الجنيات طالبة منها معروف بسيط، وهي انها توصل لشخص يدعى تشين وتجيبه. رئيسة العشيرة اللي اسمها فيلي بتقول لها ليه؟ اشمعنى هو ده بالذات اللي عايزاه؟ العجوز قالت لها لا انت فهمت غلط، انا مش عاوزاه هو شخصيا، انا عاوزة دمه كله. فيلي عجبها الكلام وقالت لها ثواني وهيكون عندك. وقتها كانت تشين بيرجع مع اصحابه للحجز من تاني، والسوجي بتقول انت ليه هادي كده مع انك رايح تتحجز؟ قال لها عادي لاني شفت اصعب من كده بكتير. عموما اهتمي بصاحبي ياو لانه طيب جدا. سوجي لسه هترد عليه بتلاقي مين فوقها؟ ايوان هي فيلي بشحمها ولحمها. عامل ايه يا تشين؟ ليك وحشه يا عم. تشين استغرب انت مين وعاوزه ايه؟ لكن سوجي مش بتهتم وبتهجم على فيلي. البنت حرفيا عندها رشاقه مش طبيعيه وبتقدر تفلت منها يمين شمال، والسوجي مش قادره توصل لها. غير كده كمان شكلها بتستدرجهم لاحد الاماكن لحد ما بيوصلوا للاعمده المستنيره. اوه بابا انت جبتنا ليه هنا بالذات؟ فيلي قالت له بص يا عم تشين، انا حرفيا مجهزه لك مفاجاه جباره، في شخص عاوز يقابلك ضروري، والصدمه انها بتطلع يوشي يا صديقي. لا تشين حرفيا مصدوم ومش فاهم اي حاجه. انت جيت هنا امتى وازاي؟ العجوز من فوقهم بتراقب كل حاجه ومتمزجه على الاخر. تشين بيستغرب ازاي يوشي هنا من الاساس، فبيتحرك ناحيتها وهي بتمد ايديها، لكن في لحظة بتغفل وكانت تتخلص عليه. لكن بسرعة سوجي المجنونة بتقدر توقف يوشي عند حدها. سوجي بتقول لشين فوق دي مش يوشي لان في حد مسيطر عليها. شين مش مصدق كل اللي بيحصل وبيقول لا دي يوشي بس بتهزر معايا شويه. سوجي قالت له انت غبي، هزار يا عم، دي كانت هتقتلك من شويه. فيلي قالت لهم كفايه كده صح، سيبوا الاتنين الحبايب دول يتفاهموا مع بعض، وتعال انت يا سوجي نتكلم شويه. وبتاخدها بعيد وبتقول لها وريني اخرك بقى، وحرفيا الاتنين ماسكين بعض طحن. فيلي بتقول لها مالك كده مال، انا بس بهزر معاكي، اقول لك تعالى مثل بك شويه. وهوبا بتربطها زي الذبيحه وبتلزقها في الجدار. دهان السوجي حرفيا. فيلي سالتها عاوزه انهي طرف من عندك انقطع بقى؟ انا بفضل نبدا من الرجل الصراحه لان ده هيفرحني شويه. لكن هل انت مفكر انها تعرف تعمل حاجه يا صديقي؟ قولها معايا. لا والله، لان افراد من اعضاء عشيره الكويجي بيوصلوا للمكان.
فيلي قالت ايه الحلاوة دي، شكل اللعبة هتحلاوة من دلوقتي. وبعدها بنرجع ليوم تاني، والقائد ساعتها بيحاول يحلل قوة ياو، وبيفهم ان عنده قوة شيطانية بجانب قواه الروحية. لكن الغريب بصراحة ان المفروض القوة دي تقتله بالمعنى الحرفي، لكن الواد بيتمشى قدامي عادي، وبيسأل ياو اذا كان بيحس بحاجة غريبة ولا لأ. وساعتها ياو بيترعب من الاحساس اللي حل عليهم حالا. ايوه، المقنع وصل للعشيرة، وفي الوقت ده كان فان واقف عند السور ده منتظر حد معين. وتخيل يبقى مين يا صديقي؟ هو المقنع بشحمه ولحمه. المقنع قال له يا فان، عملت اللي قلت لك عليه. فان قال له عيب عليك يا رياسة، طلباتك مجابة كلها، بس حبيت استشيرك في حاجة. شفت قوة المية اللي في ايدي دي؟ المقنع استغرب، عاوز ايه يعني؟ قال له حلو، طب خد. المقنع ساعتها بيتقطع لاشلاء قدامه. هو بالساهل كده يموت ولا ايه؟ فان بيهرب بسرعة من المكان، وبيقول اخيرا خلصت منه. مش بيلحق يكمل كلامه بيلاقي المقنع وراه. ايه يا اسطى، غدرتني ليه بس؟ طيب بص يا عم، لو ما خلصتش اللي اتفقنا عليه ساعتها حبيبتك باي باي. ودليلا على كلامي، الكورة دي فيها قوتك الروحية، فيا ترى يا فان هتخون صحابك ولا هتخون حبيبتك؟ نسيبنا من الاتنين ونرجع لفيلم تاني. البنت وجبت على الاتنين اللي من اعضاء العشيرة بالكرباج من شمال، ومقطعة جسمها بشعر ابيض ده. سوجي بتتفرج على الموقف ومش قادرة، بتحاول تفك نفسها لكن الحبل شديد عليها. فيلي بتستفزها اكتر وبتزيد الالم على الواد. ساعتها تشين بياخد باله بسرعة، لكن يوشي بتغدره، بيقع على الارض مصاب، والبنت خلاص هتقتله. لكن بصرخة من تشين بترجع لوعيها من تاني. العجوزة قالت لها وانت رجعت تاني، طب استحوذ عليكي انا بقى. وساعتها يوشي بتهجم على تشين من تاني. وقتها كان فان بيحاول يوقف المقنع عن حده، بس انت بتعمل لي بس يا ابني، فضحتنا. المقنع بيقول له الزم حدودك يلا، انت عارف بتعارك مين؟ بيرميه بعدها وبيقول له التزم بالخطه اللي اتكلمنا عنها، لان النهارده يوم الغزو بتاعنا. اوبا، هو مش المفروض كان بعد 3 ايام؟ طب ازاي كده؟ وفي الوقت ده بيوصل ياو للمكان. المقنع قال له ليك وحشه يا ياو، مالك كده جاي متعصب ليه؟ ياو قال له حاجه واحده بس، انت عاوز تأذي تشين مش كده؟ تعالى. بيقوم على بعض الاتنين وحرفيا بيدمروا الاماكن من كل حته، الجدران حواليهم بتنكسر، وفان بيتابع من بعيد مش فاهم حاجه. ياو بيغفل المقنع بسرعه، لكنه مش سهل برضه يا صاحبي. ياو بيلاحظ فان وبيقول له هو مش انت صديق تشين؟ بتعمل ايه هنا؟ ولا تكون بتخونه؟ فان ما قدرش ينطق بكلمه، فبيهرب من المكان بسرعه. بتستكمل المعركه بين ياو والمقنع، ومحدش قادر على التاني، لحد ما المقنع بيستغل الفرصه المناسبه وبيثبت ياو تحت رجليه. ياو قال ما بدهاش، وبيستعمل قوته الشيطانيه عليه. المقنع ملحقش يفكر، وبيلاقي ضربه في وشه بتجرحه. ياو بعدها بيتضرب عليه بضربه قويه جدا بتجيبه على الارض. المقنع قال له تمام قوي، على كده انا حررك من قوتك دي. بيستعمل الحبال ده عليه وبيسحب قوته واحده واحده. خلاص ياو هيموت من كتر الضغط اللي هو فيه، لحد ما بيوصل القائد الاعلى. بيقول له سيب ياو بسرعه والا راسك هتنفصل عن جسمك. المقنع قال له ما تقلقش، لانك ولا هتعمل ده ولا ده. عارف ليه؟ بص بره كده. وهنا القائد الاعلى بيتصدم. ايوه، جنود الشياطين محاوطين المملكه من كل مكان، وخلاص بدا الغزو عليهم. بيدمروا في
الابواب الرئيسيه اللي في المكان. وايه اللي بيحصل بس يا جدعان؟ الشياطين شغالين قتل وكسر في البشر ومحدش قادر عليهم نهائيا. الثلاثه كحانين دول بيحاولوا يصدوا للشياطين اللي من الرتب العاليه، لكن الشيطان ده بضربه واحده بيدبحهم كلهم. المقنع ساعتها قال يا ترى هتعمل ايه يا حضره القائد؟ هتنقذ ياو ولا هتنقذ شعبك؟ وعموما انا حررت ياو يا عم اهو لاني مش فاضي، يلا اسيبك انا بقى. وفي الوقت ده كان رئيس العشيره حس بالغزو خلاص بدا، فبيبدا يتحرك على هناك. لكن المفاجاه ان يوي بتوقفه هي والعشيره بتاعتها. يا الهي ده مش وقتكم خالص. يو قالت له ما تقلقش ما تقلقش، انت هتحصل شعبك حالا اهو. الرئيس بيقدر يفلت منها لكنه بيستغرب، هو مش المفروض ان اعضاء العشيره الكبار ماتوا على يد الشياطين؟ ازاي بيتحالفوا معاهم؟ يوي قالت له لان ده من مخططنا اصلا. الرئيس بيقول انا متوقعتش ان عشيره فينج هتتحالف مع الشياطين، لكن كده لازم ادخل ضدكم. وبعد ده كله بنرجع لتشين من تاني. حرفيا يوش شغال عليه تشريح من كل مكان، بتقطع في وشه حرفيا، لحد ما تشين بيلاحظ العجوز دي، عارف انها هتحط سيطرتها، فبيستعمل سحر البرق وبيطير عليها. وهوبا يوشي سبقته وخلاص هتفصل رقبته عن جسمه. يا الهي يا ترى يا تشين هل هتموت على يد حبيبتك؟ ايه اللي حاولت تحميها بشتى الطرق؟ دي شكلها نهاية صفحتك يا صديقي. لكن هل فعلا تشين هيموت بالسهل كده وخلاص؟ تبقى غلطان، لان رين بتوصل وبتنيم يوشي بسرعه. اخيرا كنت فين من زمان يا حاجه رين؟ بنرجع فلاش باك لماضي كل من يوشي وتشين. كان وقتها بطلنا بيتدرب لسه على ايقاظ قوته الروحيه، ويوشي اصلا سبقته بمراحل، لكن فاضل لها اختبار واحد وتبقى من ضمن الاقوى في عشيره فينج، وهي انها تعدي باختبار تسلق الجبال الضبابيه. المنظر لوحده يخوف، ويوشي خايفه تخش الجبل ده من الاساس، فبتطلب من تشين يرافقها، لكنه كل شويه يرفض. يوشي زهقت منه وبتقول له يا عم ارحمنا شويه، تعالى معايا بس ورافقني مش اكتر، ولو خايف تموت فانا احميك ما تقلقش. اصل برضه يا عم تشين واجب على القوي يحمي الضعيف. تشين قال لها ضعيف مين يا وليه؟ اقول لك انا جاي معاكي. بيلمح بعدها ياو في الطريق وبيقول له ما تيجي معانا يا عم، لكن ياو مش بيعبره بيسيبه وبيمشي. وبعد شويه وقت كان ياو بيتدرب في احدى الكوف على ايقاظ قوته، بس الواد لحد دلوقتي مش قادر يسيطر عليها ومجهد على الاخر، متضايق ان اصحابه سابقينه بمراحل وانه الضعيف اللي وسطيهم، فبيعقد العزم انه هيكون اقوى واحد في العشيره بالكامل. وبتعدي فتره واخيرا اليوم الموعود، يوم اختبار قوه يوشي. بتروح تقابل الشيب بسرعه وبيتحركوا ناحيه الجبال، وبينما هم في الطريق يوشي بتحس بألم شديد. حرفيا البنت بتتغير ملامحها 180 درجه وتحس ان حاجه استحوذت عليها، لكن بعد كده بتفوق بسرعه وبتستخبى في المكان ده. بتقول لي تشين ان هنا الامتحان بتاعنا، هسجل ان انا اتسلقت الجبل لوحدي وخلاص قفلت اللعبه. تشين قال لها خلصانه انا هنتظرك هنا. وبعد ما يوشي بتتحرك ولسه هتسلم على الممتحن بتاعها لقيت دماغها مرشوقه في الشجره. اوبا ده ايه الرعب ده؟ مش كده وبس، لا اشخاص لابسين اقنعه غريبه مخلصين على كل الممتحنين اللي جم هنا. واحد منهم بيقول لباقي الرجاله ان في فريسه جديده ظهرت في المكان لسه هيروح يخلص عليها. لا تشين في وشه، بس بتعمل ايه يا حبيبي؟ هو انت بتجرح نفسك بنفسك؟ الشخص ده قال له كفايه عليك كده وبيضربه ضربه في بطنه طلعت كل اللي جواه، وبيتحرك ساعتها عشان يكمل على يوشي، وتشين خلاص مش قادر يتحرك. وهوبا الشخص ده بينفجر مكانه. تشين بيتصدم، ده ازاي كده؟ ايوه يوشي بتستيقظ قوة شيطانية وبتخلص على كل اللي قدامها، بتستعمل عين الشر بتاعتها وبتخلي الكل يقتل في بعضه لحد ما الشخص ده كان في وشها وهيقتلها، لكن تشين بقدرة البرق بيخلص عليه. بيروح يهدي يوشي بعدها، والبنت بترجع لطبيعتها، بتبكي من فقدان عشيرتها اللي اغلبهم ماتوا هنا والصدمات الكتيرة النهارده، لكن تشين بيوعدها ان بعد كل ده هيحميها، هو مش هيخلي اي حد يقرب منها من دلوقتي. وتعدي الايام وتفوت الشهور وبنرجع للحاضر من تاني، وتحديدا لما رين فعلت كرة اغماء على يوشي. بتروح بعدها للعجوز دي وبتقول لها ليك وحشه يا حاجه جيو والله. ايه هي تعرفها؟ اوبا يا ترى من العجوز دي بالظبط؟
تشين حب يساعد رين ويقف جنبها، لكن فيلي كان عندها رأي تاني. بترزع تشين بالكوع بترميه مكانه، بيسقط بعدها تشين منهارا ومغمى عليه. رين بتلاحظ كل ده وبتتحرك بسرعة ناحية فيلي، بتقول لها لا جامدة يا بت، بس على فكرة الواد ده تبعي. بتفعل قوتها الغريبة بس فيلي تهرب بسرعة. جيو قالت لها اياك تقربي من رين بأي شكل، دي تسيبها لي وانا هتعامل معاها. رين قالت لها لا جامدة يا حاجة، قولي لي بقى جبت الثقة دي منين كلها بقى. وساعتها الهالة بتاعتهم غمرت المكان، لكن اللي ما كانوش يتوقعوه ان في قوة شخص بتثبتهم مكانهم هما الاتنين. حرفيا اترعبوا من قوته الشيطانية. نعم يا سادة، انه تشين اوليفرد البطل والمغوار، لكن وقتها جوا وعيه الباطن مش فاهم هو فين، لحد ما بيلاقي شخص مكبل بسلاسل بيقول هو انت تاني، لكن مش هو الروح الشيطانية اللي جوا تشين، ده العجوز اللي اتكلمنا عنه قبل كده. اوبا، تشين بيقول له انت مين؟ العجوز رد بانه مش لازم يعرف، انا محبوس هنا من مئات السنين ولاحظت انك ضعيف بشكل مش طبيعي، لكن على العموم يا عم انا عندي حل يخرج كل القوة اللي جواك، بمعنى اصح قوتك الحقيقية. تشين مش فاهم انت بتقول ايه يا عم. العجوز قال له عشان تفهم قرب مني شوية، متردد وخايف زي حالاتك ولا هتتغير. تشين غروره بيسيطر عليه وبيتقدم لعنده. العجوز ما صدق غباء بطنه وبدأ يسيطر عليه. حرفيا تشين بيصرخ من الألم مش قادر، بتظهر جوهرة في نص دماغه والعجوز بيتبسط على الآخر، بيفعل قوته الدموية على الجوهرة دي وبيسيطر سيطرة كاملة على تشين. في الوقت ده كان رئيس عشيرة كويجي محاصره من كل مكان. يوي بتخلص على كل الجنود اللي معاه وبتقول له ايه خفت؟ الرئيس بيضحك ضحك هستيري من كلامها، قال لها ما توقعتش ان خونه منكم، لكن انت عارفه كويس ان ممكن اخلص عليكي، لكني مش فاضي دلوقتي، هروح اخلص على الشياطين وهرجع لك تاني. وعلى فكره رين في المكان هنا. يوي بتستغرب واول ما بتسمع سيره رين بتتحرك على مكانها. ساعتها تشين كان مكبل من كل جسمه. العجوز كان بيوري احد المشاهد الدمويه للعشيره بتاعته، وتخيل مين اللي قتلهم يا صديقي؟ هي يوشي بشحمها ولحمها. تشين اتصدم صدمه عمره، والعجوز كان منتظر الفرصة دي بفارغ الصبر. قال له انا محتاج جدك هاته، لكن تشين مش بيمشي وراه نهائيا. قال له انت كذاب، انت بتستعمل سحر وهم مش اكتر، مش هقع في فخك ابدا يالا. بيكسر السلاسل اللي محوطاه وبيقدر يرجع لنفسه من تاني. رين حست بان في حاجة غلط فقررت تخلص على جيو بسرعة، لكن المفاجأة ان يوي بتوصل وبصيت الضربة عن جيو، بتهجم بعدها على رين. بس انت بتعملي ايه بس؟ رين حرفيا بتلعب معاها، بتقول لها انا مش فاضيه اللعب العيال دلوقتي، اخلص على جيل الاول ونتعامل بعدين يا خينا. بس الكل بيتفاجئ من الهاله اللي ملت المكان. احد الاعمده اللي اتنشر بيضيء وبعد كل الاعمده وراه. حرفيا الاعمده كلها بتضيء من قوه تشين، وشكل تشين هيعمل المستحيل ولا ايه يا صديقي؟ وقتها كان ياو القائد الاعلى بيحسب قوة تشين الاسطورية. ياو بيقترح على القائد يروح لهناك والقائد بيوافق، بس يخلصوا على العقبة اللي قدامهم دي. وعلى فكرة شكل تشين هو المفتاح اللي هيساعدنا في السيطرة على الغزو ده. الرئيس كمان بيلاحظ انارة الاعمدة ال 12 ومش مصدق ازاي ده حصل، لان تشين يبقى اول شخص يعمل كده. كل اللي ما عارفه ان هو اللي هيحررهم من الغزو ده، فبيطلبوا من الرئيس يتحرك على هناك، لكنهم محوطين باقوى قوات الشياطين. لكن نائب القائد قرر يضحي بالكل عشان يخلي الرئيس يوصل لتشين. الرئيس رفض وقرر يفضل معاهم هنا، بس كل افراد العشيرة قالوا له يتحرك لان دي اخر فرصة ليهم، ولو ما استغلوهاش ساعتها العشيرة كلها هتموت بما فيهم انت. الرئيس بيتضايق لان مفيش فايدة، مفيش حل غير ده. نائب القائد بيستعمل دماء كل الجنود وبيحاول الرئيس بدرع قوي جدا، وساعتها رئيس عشيرة كويجي بيهرب من المكان ناحية تشين. نرجع بقى لرين ويوي من تاني، لسه بيتخانقوا على مين هيقتل جيو الاول، لكن المفاجأة ان تشين بيفوق من الاغماء وبيقول لهم سيبوها عليا الحتة دي. فيلي قالت له هو انت ما حرمتش؟ تعالى لسه هتهجم عليه، لقيت ايد مسكتها من وشها، بس ده مش تشين، لا ده العجوز اللي كان عاوز يستحوذ عليه. بيقول لي تشين اعمل ايه معاها؟ قال له زي ما انت حابب، انا دلوقتي مشغول مع جيو، لكن ازاي العجوز ده بقى تحت سيطرة تشين؟ تعالوا نرجع فلاش باك نفهم الاحداث. فاللي حصل يا صديقي
صديقي ان بعد ما اتحررت تشين من سيطرة العجوز هو كمان سلاسله اتكسرت. العجوز بيستغل الفرصة وبيدخل لجوها الروح تشين، ويا ريته ما دخل هناك لانه بيقابل وسط المجزرة اللي جوه وحش بقوة رهيبة جدا. ايوه روح تشين الشيطانية. بيقول لا 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 لا، هو انت دخلت روحي من غير استئذان كده؟ العجوز استغرب، هو انت مين بالظبط؟ الوحش اللي جوه تشين قال له هو انت لسه هتفكر؟ ابلع يلا. بيصحى كوب البرق وحرفيا هيوديه الاخره. العجوز بيتحايل عليه يسيبه وهيعيش تحت رجليه. سيبني وانا هعمل لك اللي انت عاوزه. الوحش قال له عجبتني، عموما الضعيف اللي بره ده محتاج مساعده، هسيبك تتعامل معاه، بس لو حسيت باي نية غدر منك ساعتها ترحم على روحك. وبعدها بيسيبه يخرج من تشين. العجوز بيقول لتشين انا ما توقعتش ان يكون عندك روحين، لكن انت دلوقتي سيدي. وبنرجع للحاضر بعد ما العجوز الذي يدعى الشيو يخلص على فيلي. بيقول لتشين عاوز مين تاني اخلص عليه. بيشاور له على جيو اللي حرفيا بتترعب من حضور شيوي، بس بتهرب من المكان باسرع ما يمكن، لكن بقدرة الشيوي الدمويه بيخلص عليها في ثواني معدوده. رين ويو يتعصبوا لانهم كانوا عاوزين يسالوها شويه اسئله. شيوي قال لهم بس ما تصدعوناش. في الوقت ده شيوي بدا يسال جيو عن كل حاجه من الاول خالص. فمن 3 سنين وتحديدا عند عشيره فينج كان رئيس العشيره الذي يدعى ليانج مجتمع مع احد المبعوثين. ايوه هو المقنع، هو نفسه سبب الخراب والدمار من اول حاجه لاخرها. ليانج ساله هو انت عاوز ايه بالظبط؟ المقنع رد بفتح ختم العالم السفلي وضمك لينا يا سيدي الرئيس. ليانج عجبه الحوار ووافق على مساعده الشياطين مقابل شيء واحد بس، وهي القوه فقط لا غير. المقنع قال له اتفقنا يا عم ليانج، بس عشان نفتح الختم ده لازم مفتاح، والمفتاح ده عندك. ايوه هي يوشي اميره الشياطين، وعشان نقدر نحولها لشيطانه من اجل فتح الختم هنحتاج نوقعها في صدمات ورا صدمات. ليانج ما فهمش الكلام، لكن المقنع قال له سيبها عليا خالص يا معلم واتفرج. فبعد فتره مش كبيره وتحديدا يوم انتهاء اختبارات يوشي، المقنع وقتها قتل كل الممتحنين هناك واسس كل حاجه. ساعتها يوشي فعلا اتحولت لشيطانه، لكن تشين لحقها من حسن الحظ، وبرضه هو سبب في قتل اهم اعضاء عشيره فينج. ومش كده وبس، لا اصلا عشيره فينج ماتت على ايد يوشي، بس سبب في كل ده المقنع. وبعدها هو سبب في تحول يوشي لشيطانه في المغاره مع تشين، لكن تشين انقذها برضه للمره الالف. وساعتها المقنع قرر يخلص على تشين الاول، فسيطر سيطره كامله على يوشي وكان هيخلص عليه بيها، لكن رين خربت عليه كل حاجه حصلت وقدروا انهم يعطلوا فتح الختم مؤقتا. لكن المقنع لسه معاه خطة تانية لده كله، بس محدش عارفها لسه. شيوي قال لها كتر خيرك على كده وموتي يلا بقى. تشين اتضايق وجاب اخره خلاص، لان طول الوقت ده كانوا بيدك لشخص واحد بس وهو المقنع مجهول الهويه. وبعد كل ده يا عم صديقي كان المقنع بيواجه نائب الرئيس، بيحاول يفكر هيكسر الحاجز ده ازاي، بس انا افكر ليه؟ انا معايا خونه جوه المكان اصلا. بيفعل وقتها وضع السيطره على احد الاشخاص وبيستعمل سحر الظلال على الكل وبيخلص عليهم. شين والباقي حسوا بان في خطر جاي عليهم، لكن تركيزهم كلهم على المقنع بالذات. سوجي قالت لهم انا عندي حل لكل ده، لكن محتاجينك يا تشين لانك اقوى واحد فينا دلوقتي. شوي قال لهم طب بطلوا حبهم واحنا دلوقتي، لان في شخص قوي جدا داخل علينا. وتخيل مين هو يا صديقي؟ ايوه هو ليانج رئيس عشيره فينج بشحمه ولحمه. يوي ورين بينطلقوا عليه عشان يوقفوه، بس انت بتعمل ايه بس يا ماما؟ جاتك نيله كسفتونا. شوي قال محدش يتحرك وانا هتعامل، وبدا يهجم على ليانج، لكن طبعا التفوق لليانج ومفيش مقارنه. بس شوي مش سهل برضه وبيعافر معاه بشتى الطرق لحد ما القتال بيتحول لقتال في السماء. في الوقت ده بيوصل رئيس عشيره كويجي وبيعرف تشين وسوجي ان محدش فاضل غيره، بس بيتوسل ليهم بعدها انهم يساعدوه لانه بالطريقه دي العالم هيتدمر. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وقتها كان المعلم ليه بيتابع كل شيء من بعيد،
الله انت كنت فين يا عم وحشتنا. وكان معاه احد التابعين ليه واللي بيقول له جهز الاختام بسرعه لاننا كده هنضطر نتحرك. بنرجع لسوجي وتشين عاملين دويتو عالي قوي فشخين الاعداء كلهم يمين بالنار وشمال بالبرق وخلاص السيطره بقت ليهم تقريبا. لكن فجاه احد الاشخاص كان هيقتل يوشي بس تشين بيلحقها بسرعه. ليان بيوصل المكان هو كمان بس مش ده ليان، لا ده المقنع مسيطر عليه وبدا يحركه بمزاجه. كان لسه هيقتل يوشي لكن تشين بيهديه بينادي بعدها على شوي يساعده بس للاسف شوي بيترمي في الجدار. ليانج لسه يخلص عليه لا ياو بتحول الشيطان فوقه بيرميه على الارض وبيعرفه مقامه كويس. شين ساعتها بيستغل الفرصه بيوصل ليوشي لكن الصدمه ان يوشي بتغفله وبتخلص عليه. وللاسف يا صديقي الختم بدا يتفك والعالم على وشك الانهيار. مساعد المعلم ليه بيوصل للمكان وبيسأل على تشين هو فين لكن بيعرف ساعتها ان تشين خلاص مات. فيا ترى هل العالم خلاص انهار والشياطين هتستحوذ عليه وهل يوشي وتشين ماتوا ولا في امل لرجوعهم وايه خطوات المقنع والمعلم ليه الجايه؟ ده اللي هنعرفه في الموسم الجاي ان شاء الله. وحكايتنا يا صديقي طويله فلو انت كنت عاوزنا نكمل الحكايه دي لحد الاخر فاكتبوا لنا في التعليقات لان الحكايه دي نزل منها مواسم كتير فلو عايزين نلخصها اكتبوا لنا في التعليقات وعرفونا برضو. وانت لما وصلت لحد هنا ما تنساش الاشتراك والصلاه على النبي وبس يا عم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في امان الله.